السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ميدو ينفعل على الهواء بسبب ارتفاع أسعار تذاكر المباريات. عايزين نجر رجل الجمهور. دعونا نتعرف على التفاصيل. انتقد أحمد حسام ميدو أسعار تذاكر المباريات، مشددا على ضرورة تخفيض تلك الأسعار لجذب الجماهير. وقال ميدو في تصريحاته: أسعار تذاكر المباريات مبالغ فيها. كيف تكون مباراة في دور 32 سعر تذكرتها 75 جنيه تساوي مباراة في هذا الدور بمباراة في نصف النهائي أو النهائي؟ وأضاف: لابد من مراعاة متوسط دخل الشباب ودراسة هذا الأمر وتخفيض الأسعار لجذب الشباب. واختتم كلامه: مشوار الاستاد ما بيكلفش الشاب بس حق التذكرة، لكن بيكلفه مواصلات وأكل كمان. إلى هنا ينتهي الخبر. شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.